عقود العمل في اوروبا ولا في كندا؟ كيفاش دير تلقى عقد عمل في اوروبا ولا في كندا بلا ما تضيع الجهد ديالك وتضرب تماره؟ واخا غادي نشرح لك اليوم كيفاش دير انك تلقى عقود ديال العمل وتكون عندك الصوره واضحه، باش ما تبقاش تتبع هذا سيت، هذا موقع، هذا فيديو، هذا حق فلان قال لي كذا، هذا حق راه هاجر كذا. هذا الشيء كامل غنعطيك واحد الملخص صغيور تمشي عليه باش تكون عندك واحد الفكره وتكون الامور واضحه. بخلاصه اوروبا محتاجه جوج انواع ديال الناس، جوج ديال الانواع ديال الناس. من بعد نهضروا على كندا، نهضروا دابا على اوروبا. جوج الانواع ديال الناس اللي محتاجينهم هنا في اوروبا، سواء في فرنسا، سواء المانيا، سواء في اسبانيا، سواء في ايطاليا، سواء هاد البلدان كاملين محتاجين جوج الانواع ديال الناس. محتاجين اليد العامله ديال الكرفي، ديال تماره، البني والفلاحه، ومحتاجين الكفاءات، الاطر الكبارين. محتاجين جوج ديال الناس، يا اما تماره غادي تجي تضرب في الفلاحه وتضرب في البني، يلا كتصور باش تعيش، كتحشى في شي بيت يمكن مع 4 ديال الناس ولا 5، لحقاش هادشي ما كيصوروهلكش. اللي كيلقى كونطرا ديال الطاليان وكيتصور حدا شي معلمه تاريخيه وكذا، راه ما كيصورلكش فين ساكن وفين بايت وفين كذا، ما غيصورلكش هادشي هذا. او لا كيحتاجوا الكفاءات. شكون هما هاد الانواع ديال الكفاءات؟ وغنهضروا على واحد الفئه الثالثه اللي كتكون ما هي مع هادو وانا معايا مع هادو، كيجيو كيسولوني وانايا عييت باش نبقى نجاوب كل واحد بوحديتو. دونك تصنت الفيديو الله يرحم لك الوالدين باش تفهم وتكون الصوره واضحه. الكفاءات وهما الناس المهندسين، الاطباء، الناس اللي كيخدموا في المجال الصحي او لا في المجال الرياضي اللي عندهم شواهد عليا. كيف ما قلت لك المهندسين بشتى الانواع ديالهم، او لا تقنيين في واحد المجالات اللي هما التخصصات اللي هما قلالين ومطلوبين هنايا بزاف. هادو هما التخصصات اللي هما تيكونوا هنا مطلوبين عليهم الخصائص، وتقدر تجي من البلاد ديريكتومون بكونطرا تخدم هنايا. تكون عندك اللغه ديال البلاد اللي انت باغي تجي ليها، وتكون عندك هاد الشواهد العليا. يعني كنهضروا على ماستر، كنهضروا على دكتوراه، ولا كنهضروا مثلا على باك بلس 3 نقدو حتى هي ندوزوها، ولكن عندك ليكسبيريونس. دونك غنجيبوا هذا واحد الكفاءه، غادي نجيبوه غادي يخدم في واحد المجال. شكون هما الفئه اللي ما هما لا مع الكفاءات ولا هما مع صحاب تماره، جايين الوسط وتيبقى تيجي تيسولني تيقول لي عافاك كيفاش ندير، راني عندي الدبلوم الفلاني، كيفاش ندير نجي لاوروبا؟ هاد الناس هادو شكون هما بعدا؟ هو اللي عنده باك بلس 2 او لا حتى باك بلس 3، باك بلس 2 باك بلس 1 وكذا، عنده مثلا في المحاسبه، عنده في السكرتاريه، عنده في اللوجيستيك دبلوم، مثلا عنده اجازه مثلا في القانون، او لا اجازه في اللغه العربيه، ولا اجازه في اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه، وهاد المسائل هذه كامله. تيجي تيقول لك راني عندي كذا كذا بغيت نجي، علما انه هاد الناس هادو ما كايناش حتى الخبره، يعني عنده الاجازه دار شي ستاجات ولا كذا، تيظن بان راه هادو. شوف، الا كان عندك ديبلوم هنا وكنتي هنا تخدم بديبلوم قل من هذاك، تخدم بلا شواهد كاع تقدر تخدم. كاينين موجودين مهن وكذا هذه تخدم، يعني ديباني راسك من البلاد باش تجيب باك بلس 2 في اللوجيستيكا ولا هذه. لا، باش نكونوا انا نقولها لك مباشره، الا كان شي وحده غيكذب عليك شي واحد اخر، أه سير قول له اعطيني العقد، قول له ارى لي العقد، انا نتحداه. شي واحد زعما مثلا هنايا كاين في فرنسا غيقول لك بلا راه غادي يجيبك في مثلا عندك انت باك بلس دو لوجيستيك وغادي تخدم هنا في اللوجيستيك، انا نتحداه. غادي يجيبك واخا عندك باك بلو لوجيستيك وكذا، وهذا عندك باك بلس دو في اللوجيستيك، غادي تجي انت محسوب على صحاب تماره، انت محسوب على صحاب تماره. غادي تجي يا اما الفلاحه ولا غادي تجي شنو سميتو اللبني، التماره، غادي تجي البلايص ديال تماره. دونك خاصك الا بغيتي دوز الكفاءات خاصك تطلع النيفو ديالك وتمشي لشي حاجه، شي شعبه اللي هي مطلوبه. مثلا الناس اللي كيجيو عندي تيقول لي انا عندي في الاقتصاد، انا عندي في الضروه، انا عندي مثلا في لا كونطابيليتي، عندي في لوديت، عندي في شنو سميتو، في مهن اللي هما درتو التخصص باش تخدم في البلاد. كيفاش المعنى ديالها بانك درتي التخصص باش تخدم في البلاد؟ يعني قريتي الفينونس، الفيسكاليتي، الدروا الطرافاي، وهاد القوانين كامله قريتيها ديال البلاد. هاد القوانين اللي انت قريتي كتخص الدوله المغربيه.
راه ما يمكنش انك تقول لي بغيتي تخدم بواحد الدبلوم اللي انت قريتي فيه القانون ديال الدوله المغربيه بغيتي تخدم به في اوروبا. هنا كاين قوانين وكاين ضرائب وكاين ليجيسلاسيون، كاين حوايج واحد اخرين اللي خاصين بالدوله الاوروبيه. اسبانيا وايطاليا وكذا راه ما غيخدموكش بالدبلوم المغربي، راه ماشي ما مش معترف به، لا، غادي تجي تكمل به قرايتك. داك الدبلوم تقدر تجي تكمل به قرايتك، تاخذ به شهاده ولا مثلا تكمل ماستر ولا دير دكتوراه ولا كذا، ما كاينش المشكل. باش تجي تخدم به ما يمكنش، باش تجي تخدم به ما يمكنش. اللي قال لك من غير هاد الهضره هادي كذاب. جيبوا ليا نهضر انا وياه نشوفوا هاد الهضره ديالو كيفاش دايره. شتي انا هنا تنشوف ناس كيتقاتلوا باش انه يمشي يطلع مثلا تصريح ديال العمل هنايا في الجهات المختصه باش يجيب شي واحد عقد عمل. تيكون عنده باك بلس 2 في شي واحد من هاد المجالات هذا ما يقدرش يجيبو. تيقولوا له بان كاين عندنا هنا وليدات تخرجوا بهاد الدبلومات هادو غتختارهم. انت كيفاش بغيتي تجيب لنا واحد هو ما قراش حتى القوانين ديالنا هنا د البلاد ديال الفينونس فيسكاليتي وهاد المسائل بغيتي تجيبوا لهنايا؟ واخا هاد الباب هادي نسدوها، صحاب هاد الدبلومات هادو. دونك طلع النيفو ديالك، اللغه، الاكسبيريونس، باش انك تقدر تجي بحال هاد الدول هادو. تما حنا هضرنا عليهم، الشواهد العليا وكذا والمسائل هما الامور باينه. غتقول لي انا عندي مثلا دبلوم او لا عندي بكالوريا ولا كذا، شنو هو الحل؟ الحلول اللي عندك هو انك غادي تضرب شي شويه ديال التماره في اللغه. كيف ما قلت لكم كاينه كندا، كندا خاصك تضرب شويه تماره، عندك اللغه وعندك الاكسبيريونس. ما تجيش تقول لي لا حقا انا وراه انت راه عندنا الاكسبيريونس والبلاد ديالنا. هذا مشغل عنده شركه، مشغل عنده شركه. انت غادي تجي تقول له وراه البلاد وكذا، هو تيقول لك انا محتاج كفاءه اللي يخدم لي في الشركه ويسير لي العمل ديالي. انت غتجي تقول له لا حقا راه البلاد ديال، هو ما جاش يسمع الاعذار ديالك، هو جي تيقول لك انا بغيت كفاءات. يعني تكون عندك تجربه، زيد عليها هو راه مازال غادي يفورميك فاش تمشي للبلاد. واخا هو محتاج منك غير تكون دخلتي النطاق ديال الخدمه، شفتي الوراق، تعاملتي معاهم، ولا الناس لي ميكانيسيان ولا الناس التقنيين في كاع المجالات. يعني قصتي لي ماشين، قصتي لي شنو سميتو الطوموبيلات، قصتي، فهمتي، عندك في يدك شي حاجه ونمشيو عاد نديوك نفورميوك وفي نفس الوقت انت كتخدم وكنزيدوا لك المسائل، فهمتي. دونك ما تحاولش انك تامبوزي داكشي اللي انت عندك، ما تحاولش تبين داك ها اللي عندي قبلني انا هكا، لا، ها اللي عندهم خاصك انت تطلع النيفو باش تمشي لعندهم. شنو هي الحاجه الفرصه الثانيه من غير كندا؟ شنو هما الفرص اللي كاينين؟ كيف ما قلت لكم المانيا حنا صافي اتفقنا عليها بان المانيا بلاد ديال الفرص. غادي تبقاو حتى النهار اللي تسد وتبقاو تسولوني واش تسدت واش تسدت لحد الساعه، ومازال الاعوام واحد اخرين 3 سنين 4 سنين اخرى مازال مفتوحه. يعني عندك فرصه تمشي تتعلم اللغه الالمانيه. ما تزيدش الهضره. الناس اللي تيقول لي حقا راه عندي الشهاده الفلانيه وكذا، واش حتى نمشي لالمانيا؟ هذه ما كايناش. باش تعطاك الفيزا وحتى المشغل ديالك لو دوسي اللي كتصيفط له باش انه غير يجاوبك، كتصيفط له واحد البي دي اف كيكون فيه السيره الذاتيه ولا طرد موتيفاسيون، ومعاهم الشهاده ديال اللغه ديالك، واش عندك البي 1 ولا عندك البي 2. سباغاف واش عندك البي 1 ولا عندك البي 2. واخا عاد انك كتقدر انه يتواصل معاك. دونك الا مشيتي تواصلتي معاه بحال هكاك في الاغلب ما غيجاوبكش. وعاد زيد بانهم هما تيطلعوا لو نيفو، يعني كيطلب لك البي 2. وكاينين شعاب انا لقيتهم، الناس اللي كيديروا تخصصات اللي هما زوينين وواكلين وكما تنقولوا عامرين وفيهم في القرمومه، كاينين اللي كيطلبوا لك السي 1. تيبقاش يهضر معاك على بي 1 والبي 2، تيهضر معاك على السي 1. دونك الله يرحم لكم الوالدين. المانيا فرصه زوينه. من غير المانيا كاين اسبانيا وكاين البرتغال. سويسرا لحد الان انا تنقول بانها ماشي فرصه، لحقاش فاش تواصلت مع الناس صيفطوا لي الايميل جاوبتني بطريقه اللي هي غامضه. فاش دخلت كنقلب في لوسيت اللي هي عطاتني لقيت بان اغلبيه ديال الفرص خاصك تخلص. ما لقيتش فرص اللي انهم هما غيخلصوك باش انك تقرا. دونك تبع معايا الله يرضي عليك. هضرنا على اوروبا بشكل عام، الناس صحاب الدبلومات. جوج ديال البلايص اللي عندك غتمشي تخدم فيهم، يا اما تماره يا اما تكون من الكفاءات. اللي ما بين هادو راك كتعتبر من صحاب تماره، يعني باك بلس 2 حقا عندي اللوجيستيك، عندي الكونطابيليتي، عندي الجيستيون، عندي هادي راك كتعتبر من الناس ديال تماره. دونك هاد الوليدات هادو اللي عندهم هاد الدبلومات هادو، ولا عندك غير باكالوريا، يعني عندك باك بلس 1 باك بلس 2 باك بلس 3 وما عندكش تجربه، ولا عندك غير باكالوريا، ولا عندك 5 اني وعندك دبلوم ديال لو اف بي بي تي، او لا، المهم هاد الفئه ديال الناس احسن
مشروع مستقبلي ليك وهو التكوين المهني، احسن مستقبل ليك وهو التكوين المهني. المانيا على راسهم، وعاد ديك الساعات نشوفوا اسبانيا والبرتغال اللي انا دابا كنبحث فيهم. واخا المانيا خاصك تتعلم اللغه، سدينا عندك عام ونص ديالك غادي تكونسونطرا وغادي تخدم على راساتك، غادي تجيب اللغه وغادي تشد الطريق ديالك. واخا انت ما كاينش من هاد الكاتيجوري، ما كاينش من هاد النوع ديال الناس كاملين، يعني انت ما عندكش شواهد، ما عندكش خبرات، ما عندكش شي حاجه، تيبقى لك الحل الوحيد هو انك تلقى شي كونطرا في شي دوله اللي هي سهله، دوله اللي هي كتوفر عقود ديال العمل ليد العامله بشكل اللي هو سهل، وتقدر انك مثلا تدبر على كونطرات وتمشي بحالاتك. شكون هما هاد الدول؟ كاينه بولندا، كاينه بلغاريا، كاينه رومانيا، بلا ما نهضروا على الطاليان والصبليون خلاص كلاوهم عباد الله. رومانيا مازال كيف ما تنقولوا بوابه، واخا حتى هي راه تسلطوا بها، دونك حتى هي راه ولا ما كاين غير الله يعطيك صحيحتك. كاين بولندا تقدروا تواصلوا مع شنو سميتو، مع المكاتب اللي كيوفروا هاد العقود هادو مباشره. واخا ما عندكش الفلوس، ما عندكش اكسبيريونس، ما عندك دبلومات، ما عندك حتى شي حاجه، خاص على الاقل على الاقل تكون عندك اللغه. اقل واضعف الايمان تكون عندك اللغه. باش غتنفعني اللغه، علاش ما كنبغيش نصور في الظهر باش غتنفعني انا اللغه، غادي نتواصل مع الناس في ديك البلاد، غنتواصل مع الناس في البلاد اللي انا كنقلب فيها على كونطرا. رومانيا غتقول لي كيفاش ندير نتواصل مع دوك الناس اللي كاينين في رومانيا وكذا باش نلقى عقد ديال العمل؟ كندخل مثلا الفيسبوك، صفحات ديال الفيسبوك، ولا كندخل الجروبات ديال الفيسبوك، كنقلب مثلا على العقود ديال العمل اللي كيداروا مثلا في رومانيا. راه كاينين صفحات اولا جروبات ديال ناس اللي هما تيكونوا مكتوبه بالانجليزيه، غادي نكتبها لكم هنايا بحال هاد الصفحات هادو. حاول تجرب هاد الشيء اللي انا كاتب لك هنايا باش انك تقلب على جروبات فيسبوك ديال هاد الناس اللي كيقلبوا على عقود ديال العمل. واخا هنا راه مازال ما سالاتش لا ميسيون، كندخل مثلا لهاد الجروبات هادو، راه هنا فين كنلقى دوك الناس اللي هما كيبيعوا الكونطرات، ولا كنلقى المكاتب ديال التشغيل، كنلقاهم هنا. في الاغلب ما غيبغيش يجيبك، تيقول لك لا خاصك تكون في البلاد، والعقود هنا راه حنا كنوفروها غير الناس ديال البلاد. كنمشي كناجوتي داك السيد، من بعدها كنمشي كنشوف لي زامي ديالو، كناجوتيه هو الاول، وكنمشي كنشوف لي زامي ديالو. شنو كنلقى عنده في لي زامي؟ كنلقى عنده الرومانيين، اولا مثلا الا كنتي كتقلب في جروبات ديال بولندا، راه كنلقى عنده البولنديين. كندخل عند هادوك البولنديين، هادوك الناس كندخل عندهم وكنبدا كندير صداقات معاهم. كاينين الناس اللي هما اجتماعيين كيبغيو يتعرفوا على الاخر، كنهضر مع الاول ونهضر مع الثاني ونسول الثالث. ما تدخلش ديك الدخلات المباشره ديال السلام عليكم عافاك راني كنقلب على خدمه. هنا ما كاينش اللي غيجاوبك، كتدخل السلام لاباس بخير، هادي بغيت عافاك نسولك على واحد المعلومات الا جات على خاطرك. كيدخل تيقول له يا عافاك بغيت نسولك، سمعت بان عندكم خصاص في اليد العامله في واحد المجال طن وكنهضر وباحترام وبكذا وهادي. داك الميساج اللي كيكون مكتوب بحال هكا اوتوماتيكي وكتشدو وكتصيفطوا لعباد الله كاملين، حتى واحد ما كيبغي انه يجاوب على بحال هذا الشيء هذا، واخا حتى واحد ما كيبغي انك تستغلو بواحد الطريقه بحال هذيك. دونك نحترم الناس، نعطيهم قيمتهم، ونتايا ما عندكش مؤهلات، دونك خاصك تضيع شويه ديال الوقت، خاصك تضيع شويه ديال الوقت وشويه ديال الجهد الا كنتي بغيتي تخدم على واحد الحاجه. هادو بالنسبه للناس اللي تيقول لك حنا بغينا خويا نخرجوا نخدموا على برا. انا ما كنهضرش مع الناس اللي غادي يطلع ليا غيقول لي ايوا صافي هاد التماره كامله باش نخرجوا نخدموا على برا، فيها هاد البرا هادي. ما كنهضرش معاك اخويا، ما كنهضرش معاك. حنا كنهضروا مع الفئه اللي تيقول لك عافاك قول لينا كيفاش نديروا نلقاو عقود ديال العمل، سواء انكم كتواصلوا معاهم بهذه الطريقه اولا كنمشي كنقلب عليهم في مواقع تواصل واحد اخرين اللي كنمشي كنقلب على ناس مباشره وكنهضر معاهم. الا قال لك لا حقا راني انا ما كنشغلش ولا كذا، قول واش ما كتعرفش شي صديق ديالك عنده شي ريستورون، او ولا شي صديق ديالك مثلا عنده شي شركه صغيره او ولا شي محل ديال النجاره او ولا كذا، راني بغيت عافاك نجي وانا الحاله الماديه ديالي شي شويه ضعيفه، واش ممكن انك تساعدني، واش ان كذا. كاينين الناس ممكن انهم يساعدوكم، غير جرب. انا فاش كنقول لك بحال هاد الهضره هادي، اصدقاء ديالي اللي مشاو عن طريق عقود عمل بهذا الشكل هذا، ومن بينهم واحد السيد من فاس، صديق ديالي من فاس، عاوناتو واحد السيده بلا ريال بلا حتى شي جوج، عاوناتو لقات له عقد ديال العمل ومشى. وكنعرف ناس واحد اخرين اللي مشاو بنفس الطريقه. دونك حتى لهنا كنظن بان الامور واضحه. العقود ديال العمل راه ماشي شي حاجه اللي هي مستحيله، غير خاصني نعرف راسي انا من كاتيجوري،
واش من الكاتيجوري ديال تماره ونوقف ما نبقاش نقلب بالديبلوم ديالي، او لا انا من الكاتيجوري ديال الناس اللي هما من الكفاءات ونمشي نعرف كيفاش ندير نقلب، او لا نمشي ندوز للدول اللي هما تيطلبوني وكيطلبوا المهنه ديالي وكيطلبوا الخبره ديالي، كيطلبوا اللغه اللي انا كنعرف ليها.